يا عيني يا ليلي 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 يا عيني يا حصريا على موقع مهرجانات.com. عارف ايه اللي دار تاني صاحبكوا طلع ودي وخايف شنو السلاح ضرب وجراح وكان مسافر اوتي كرموز اونلي وان. انا المخلص لناس خاينة عرف بيصونوا عشرتنا وشوش غدارة مش باينة مفيش غير ضحكة في وشوشنا في ظهرك يعملوا معاينة ويخونوا اصحابنا الشيشنا في وقت جراحي لو تضحك على برك هقعد واسكر بساعة الشر لو تغرب تموت لو قدام تفكر من البر لازم تشرب طالما عملت في العطلة ابصم واقول مفكوش اصول وكبركوا عرفوا غاويل تايه ما بين دولت ودول في طريق غريق وطويل لفت يا صاحبي الدنيا دي عشان الاقي اصيل يا خساره ما لقيتش صديق جدع يجيب سكتي ولا حتى شفت واحد جريء يكون فارس عركتي نور الطفا كله اختفى اتلبش في هجمتي يا عم الحظ فاهمني اللي بتركز مع الانداد وانا اللي بصوم بتظلمني ومش بتشوف لي السنداد ده بعدك عني خلاني افكر اني امشي شمال انا وصاحبي اللي علمني اخش في اي بحر غريب وصاد خصم اللي سلمني ووداني في قلب الدين يا ريت تنطق تفهمني ايه اللي حصل ودار يا شقيق اللي حصل عقلي فصل تايه ما غطيه انت وزميلك شاركتوا بعض وفي اي شيء رايحين واخترتوا انكوا تمشوا شمال عشان خاطر قرشين شفتوا الحياة في عينكم ضياع وقلتوا في ده مفيش صاحبك نداك وقال خلاص هنبيع يا صاحبي حشيش كمل وقول لي اللي دار ومعاك انا ما جليش هقول لك اللي دار بينا انا وهو في دنيتنا زمايل ربنا يعيننا نتعامل في صفقتنا يجي تالتنا وهيخوننا وهيدمر في سكتنا يقول صفقتنا مضمونة هنتعامل وانا عايز ده في التسليم تيجي حكومة رمانا الندل في كماين عارف ايه اللي دار تاني صاحبكوا طلع ودي وخايف شدوا السلاح ضرب وجراح وكان مسك في لبنا 2000 شجاع لابسين كناع بدأت يا عم حروبنا انت زميلي قال لي لو نموت مفيش واحد هيجيبنا رحلة سفر رعد ومطار ومطارنا من السفار انا وزميلي في طريق خطر مضروب علينا طلقة ده زميلي يتصاب بالرصاص وقع على الارض ومات بعديها خلعت بالصفقة حالف للي ندمني هجيب حقي زميلي منه ده مات وخلاص بعيد عني خلاص انا متهم هارب حكومة وعصابة طالبين صحابي اللي ياما شايلها محدش جالي في الاوجاع برن مفيش واحد قدر وكله اتمنى للضياع عارف التاني يا باباني دي بنتي قلبي هتتودع شغل عصابات وتحريات مرشد يجيب عنوانه ورايح له وفي عز النهار جايب له قلي علشانه وفجأة شفت يابا اللي خان صفيته انا في مكانه جبت العصابة في قلب الغابة شفت موتك في مرايتها في وقتها جت الحكومة علشان تنهي حكايتها تنزلني يابا بعدها اهدار احكي وقول لي نهايتها اخرها ودع لك يا دنيا انا سيبك وانساك وجيت حكمي يكفيني عيني لي يابا حياتي بقول لك يا زميلي رسالة يا ريت تذكرها لاخواتي بلاش يمشوا في سكة شمالي بصوا يشوفوا ايه جرالي بلاش يتغروا دول من المال عشان الملالة بحالي ابعدوا عن الخاين ده ياما كتير شغل بالي في بشت التقيل واسمه مسمع على قلبنا يابا غالي تحسين دبور وزير الحنية مسك مخصوص يا ابو مالي ده حنين على البشرية بحالها وعشانه نضرب
يضرب آلي. انا اقوله يابا نجم الموال واسمه يالا حصرياً على بيسمى. موقع